وطنية وعنكفة. الكلمة الآن للمهندس ياسين الطراوني. مهندس ياسين، معلش يا اخوان احنا يعني في الشارع مو مشكلة. لا لا انا بمشي. وين كانت وين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوات والإخوة الأعزاء، طاب مساءكم. أما علية القوم فنقول لهم تعالوا إلى كلمة سواء. ما أقوله اليوم هو ما نتداوله جميعا في أفراحنا وأتراحنا. كتبته احتراما لكم قبل كل شيء، لأنني منكم ولست بأفضلكم. نحن هنا لدعم ومؤازرة الشرفاء، من يهمهم وجع الوطن والمواطن، أولئك الذين لا تأخذهم في الحق لومة لائم. وفي مقدمتهم زميلنا وأخونا الدكتور صداح، كونه قال كلاما سياسيا مباشرا مثل نبض الشارع، وزادها أن دعاهم إلى تقوى الله. أصبح كلام الشارع وتقوى الله ممنوعة. هي أيضا مناسبة لنطالب بإلغاء الهيئات المستقلة، هيئات التنفيع لأبناء الذوات. هي فرصة لفتح كافة ملفات الفساد، وأعني به ملفات الفساد الكبرى. هي العودة عن خسخسة المؤسسات ومقدرات الوطن وشركاته الرابحة ملك الشعب. تلك الخسخسة التي صنعت منا عبيدا لصندوق النقد الدولي. هي فرصة للمطالبة بتحصيل الأموال المنهوبة من قبل الطغمة الفاسدة، والتوقف عن اعتبار جيب المواطن هو الحل. نطالب حكومة ترعى الفساد الكبير الذي امتد إلى كافة نواحي الحياة. حكومة لا يعنيها الفساد بقدر ما تعنيها الجباية المتوحشة، تتغاضى عن سارق الملايين وتصر على ملاحقة المدينين بعشرات ومئات الدنانير. حكومة لا يعنيها استرجاع المال العام المنهوب كخطوة سريعة نحو معالجة العجز. حكومة لا تعير اهتماما للقضاء ومبدأ فصل السلطات، وتطلق يد الأجهزة الأمنية في تدخلها السافر في الحياة السياسية والتعيينات وحتى في الانتخابات. حكومة تدير الاقتصاد من خلال القرارات وليس رسم السياسات. قرارات تعتمد رد الفعل ولا تعتمد الفعل. هذه الحكومة لا تستحق البقاء. أسوة بحكومتي 89 و96 التي كان لهذا الدوار شرف إسقاطهما. وأزيد حكومة 2011. لا نريد حكومات جباية. نهج الجباية يجب أن يتوقف. اسكت
نريد حكومة إنقاذ وطني مبنية على تعديلات دستورية حقيقية تعطي لهذه الحكومة صلاحية الولاية العامة الكاملة. سلمتم ويسلم الوطن من جماعة الألو والديجيتال والبزنس وأصحاب الرؤوس الحليقة، والسلام عليكم. تسقط حكومة الملقي، تسقط حكومة الملقي. يلا يا كراكية حبة الجواب يا كراكية أنت الطرف أنت الطرف أنت الطرف. نرحب أنت الفساد أنت الفساد. طيب تعيش الكرم. نرحب تعيش بالنائب الحر الأستاذ محمد الرياطي. لا أستاذ محمد بعدين. تعال هنا يا شيخ. شيخ الأردن بمؤسساته وسلطاته وجيشه الباسل وأجهزته ونظامه السياسي وشعبه الحر الأبي كتلة واحدة تضرب بيد من حديد كل أدوات الفساد وألاعيب العابثين بهذا الوطن ومقدراته وشعبه. ولن نسمح بأن ينفذ مغرض أو مخرب أو صاحب غرض خبيث إلى وحدتنا الوطنية وتماسك بنياننا الاجتماعي الصلب. هذه بلدنا وما نخون عهودها. الكلمة الآن لابن الصحراء الأبية الأستاذ فلاح الصخور. أستاذ فلاح. أبو الحارث.